الحمد لله الذي طوى المكان وأظهر لنبيه كل عجيبة مخبيا، وأطلعه على ما عد من نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النيران، ثم رفع إلى سدرة المنتهى وإلى صفاتها العجيبية، وشاهد عندها جنة المأوى ومنازل الشهداء بها من الدر المذان. وكان يغشى السدرة ما يغشى من الأنوار العندية، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى وشاهدها بالعينان. قال فإذا نبق السدرة كغلال هجر وأوراقها كالآذان الفيلية، وعليها جراد من ذهب وملائكة في صفات من الطيور حسان، وإذا باسمه الشريف منغوش على كل ورقة من أوراقها المحكية، وهم يذورونها كالبيت العتيق في كل أوان. ورأى الجنة وما فيها من الحور والغصور والأنهار والثمار الدانية الجلية، والنار وأهوالها والصراط والحساب والميزان. فباشره بالسلام مالك خازن النيران بصفته الجلالية، وباشره بالسلام وصفته الجمالية رضوان خازن الجنان. وقال له مالك ما خلقت النار إلا لأعدائك خاصة خصوصية، وقد حرمت على أوليائك من أهل الإيمان. وقال له رضوان في مقالته الافتتاحية بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك أبواب هذه الجنان. قال فإذا غرف الجنة من الدر المجوف الذي يرى باطنه من جدرانه الظاهرية، وحوضاؤها من اللؤلؤ الرطب والمرجان، وترابها من المسك السحيق، وأعرافها مرنجوشية، وسكانها لا يموتون ولا يهرمون ولا يبولون، ويرشح منهم عرق كعرف الزعفران، ويتكي أحدهم 70 سنة ويسل طرفه في مثلها وله بها كل أمنية، ويمشون في ظلال أشجارها 100 عام مشاة كانوا أو ركبان، ويزورون ربهم على نجائب من الياقوت، وينظرون وجهه في كل جمعة أسبوعية، ولا يضامون في رؤيته كما لا يضام أحدكم في رؤية النيران. ويجلسون عنده على تلال المسك وعلى الكراسي النورية، ويبدلون صورهم وثيابهم في سوق مزيدا بما شاءوه من الصور والألوان. إذا اشتهى أحدهم الولد يتكون له في ساعة في عمر عيسى وصورة يوسف الجمالية، وإذا اشتهى الذرع يجتمع له أمثال الجبال من جميع مكان. ومع كل واحد زوجاته في قيد الحياة الأولية، ويجاور من شاء من الجيران، وتحت يد كل واحد ملك أوسع من ملك الحياة الدنيوية، ولا يعلم عدد زوجاته من الحور العين إلا الله وجواريه والغلمان. ويأكلون من زيادة كبد حوت ولحم طير كما يشتهون، وتعود حية كما هي، ويشربون من التسنيم والسلسبيل من كاس كان مزاجها زنجبيلا للظمآن. فتبارك الذي أعطاهم فيها ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم، وخلدهم بكل مزية، وأكرمهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا جنان. ووقاهم شر ذلك اليوم وأهواله الغمطريرية، ولقاهم نظرة وسرورا مدى الأزمان، وجزاهم بما صبروا جنة وثيابا حريرية، متكئين فيها على الأرائك الحسان، لا يرون فيها شمسا ولا أعراضا زمهريرية، دانية عليهم ظلالها وذللت غطوفها تذليلا للسكان. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير ملية من فضة قدروها تقديرا في الأوزان، ويسقون بها كأسا كان مزاجها زنجبيلا سائغة هنية، عينا فيها تسمى سلسبيلا للظمان.
ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين طافحة ربية إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا في كل مكان وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا واسعا وعطيا عاليهم ثياب سندس واستبرق خضرا وتان وحلوا أساور من فضة أصلية وسقاهم ربهم شرابا طهورا للأبدان ووجد بها قبة خضراء على عقد حروف بسم الله الرحمن الرحيم الأربعة مبنية يخرج نهر الماء من عقدة ونهر الخمر من الثانية ونهر العسل من الثالثة ومن الرابعة نهر الألبان وإذا بنار عليه جام الياقوت يجري على رضراض من الحجارة الكريمة الزمردية وحوله أكواب من ذهب في أعداد الأنجم المرية للأعيان فشرب منه فإذا طعمه كالعسل وريحه كالمسك وألوانه لبنية فقال له جبريل هذا نهر الكوثر الذي أعده الله لك لتسقي منه سائر الأكوان ولا يظمأ من شرب منه بالأذمان البعدية ويبيض وجهه ولو كان لذنبه كلون الغطران ثم قال إلى هنا ينتهي سير كل رسول ولو تجاوزت لحرقت بأنوار السبحات الوجهية فأجابه وينبغي للخليل أن يترك خليله في مثل هذا المكان ومن هنا تنكشف لك أسرار الأفضلية في من هو واقف لدى السدر ومن هو قادم على الرحمن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما جادت أقدامه على كل هامة سماكية وما لاحظته عيون العناية بعد انتهاء رفقته بالأمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نورا وريحقيا وعلى آله وصحبه واغفر لنا وارحمنا واهدنا وانصرنا واختم لنا بالإيمان.